تصدق أفكارك السلبية أحيانا عقلك بيقنعك إنك ضعيف ومش هتنجح، وبتبدأ تصدق الكلام ده بدون ما تحاول تشكك فيه أو تغيره. بتكرر نفس الأفكار السلبية كل يوم لدرجة إنها بتتحول لصوت داخلي ثابت بيأثر على قراراتك وثقتك بنفسك بشكل كبير. الحقيقة إن مش كل فكرة في دماغك صح، أحيانا بتكون مجرد خوف أو ضغط مش لازم تتحكم فيك أو توقفك. الفكرة التانية، تقارن نفسك بالناس. بتبص لحياة الناس على إنها كاملة وبتنسى إن كل واحد عنده مشاكل خاصة بيه، وده بيخليك تحس إنك أقل. المقارنة المستمرة بتخليك تشوف نفسك ناقص دايما حتى لو عندك مميزات كتير، لأنك مركز بس على اللي عند غيرك. الحقيقة إن كل واحد ماشي في طريق مختلف، والمهم إنك تركز على تقدمك أنت مش حياة الآخرين. الفكرة الثالثة، جلد الذات المستمر. بتلوم نفسك على كل حاجة حصلت حتى اللي مش بإيدك، وبتحمل نفسك فوق طاقتها، وده بيخليك تحس بالإرهاق. بتفضل فاكر أخطاء الماضي وكأنها بتعرفك، وبتنسى إنك اتعلمت واتغيرت ومش نفس الشخص القديم خلاص. الحقيقة إنك محتاج تسامح نفسك وتديها فرصة تبدأ من جديد بدل ما تفضل محبوس في نفس الدايرة. الفكرة الرابعة، إنك لوحدك بتحس إن مفيش حد فاهمك أو حاسس بيك، وده بيخليك تقفل على نفسك أكتر وتبعد عن الناس. الخوف من إنك تتكلم بيخليك تفضل ساكت، رغم إن الكلام ممكن يكون أول خطوة لتخفيف الضغط اللي جواك. الحقيقة إن في ناس كتير ممكن تسمعك وتفهمك، بس محتاج تدور وتدي نفسك فرصة تثق في حد مناسب. الفكرة الخامسة، مفيش أمل. بتشوف المستقبل كله ضلمة وبتتخيل إن الوضع هيفضل كده للأبد، وده بيخليك تفقد الحافز لأي محاولة. بتنسى إن كل مرحلة صعبة بتعدي، وإن التغيير بيحتاج وقت وصبر ومش بيحصل فجأة في يوم وليلة. الحقيقة إن الأمل مش وهم، هو اختيار بتتمسك بيه حتى لو الظروف صعبة، وده اللي بيخليك تكمل. الفكرة السادسة، لازم تبقى قوي دايما. بتضغط على نفسك إنك لازم تكون قوي طول الوقت، ومبتديش لنفسك فرصة تعبر عن ضعفك أو تعبك الحقيقي. بتخاف تبان ضعيف قدام الناس، فبتخبي مشاعرك، وده بيزود الضغط عليك بدل ما يخففه أو يساعدك تتحسن. الحقيقة إن القوة الحقيقية إنك تعترف بتعبك وتطلب مساعدة لما تحتاج، ومفيش حاجة تقلل منك أبدا. الفكرة السابعة، الهروب هو الحل. بتفكر إن الهروب من الألم هيخليك ترتاح، لكن الحقيقة إن المشكلة بتفضل موجودة وبتكبر لو اتجاهلتها لفترة طويلة. مواجهة مشاعرك صعبة، بس هي الطريق الوحيد اللي يخليك تتعافى وتفهم نفسك بشكل أعمق وأهدى. الحقيقة إنك أقوى مما تتخيل، وتقدر تعدي المرحلة دي خطوة خطوة، ومع الوقت هتشوف فرق كبير. حياتك ليها قيمة كبيرة جدا، حتى لو انت مش شايف ده دلوقتي. وجودك مهم، وتأثيرك ممكن يكون أكبر بكتير. اصبر شوية، لأن الأيام بتتغير، واللي جاي ممكن يكون أفضل بكتير.